أنشيلوتي يرد على إهانات ألميريا ويعتذر لجماهير ريال مدريد. قدم الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد اعتذار لجماهير فريقه عقب الفوز الصعب على ألميريا 3-2 مساء اليوم في الجولة 21 من الدوري الإسباني الليجا. وشهدت المباراة ضد ألميريا العديد من الأحداث المثيرة للجدل، خاصة فيما يتعلق بالقرارات التحكيمية التي احتسبت ركلة جزاء لصالح ريال مدريد وهدف ثاني للفريق الملكي من لمسة يد، بالإضافة لإلغاء هدف لصالح ألميريا. وخاض ريال مدريد المباراة ضد ألميريا بعد أن تعرض للهزيمة القاسية يوم الخميس الماضي ضد أتلتيكو مدريد 4-2 لحساب مباريات 8 نهائي كأس ملك إسبانيا. يضيف بهذه النتيجة ريال مدريد لرصيده النقطة 51 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن جيرونا ملاحقه المباشر صاحب 49 نقطة. وقال أنشيلوتي بعد الفوز المثير على ألميريا: لقد لعبنا مباراة غريبة، كنا سيئين للغاية في الشوط الأول. لقد كنت مخطئا في التشكيل الذي اخترته لأن الذين اخترتهم كانوا متعبين. وأضاف: الشيء الوحيد الذي يمكن القيام به بين الشوطين هو إدخال لاعبين جدد لإعطاء الطاقة للفريق. لم أضع في عين الاعتبار المباراة الأخيرة ضد أتلتيكو مدريد، وكنت مخطئا في اختياراتي. وواصل معلقا على غضب مدرب ألميريا من القرارات التحكيمية: أنا أتفهم شكاوى لاعبي ألميريا. لقد تمت مراجعة هذه القرارات من قبل حكم الفيديو المساعد، واتخذ الحكم القرار الذي أعتقد أنه كان واضحا. وأوضح معلقا على قرارات حكم المباراة: لقد شاهدت المواقف واتخذ الحكم القرار الصحيح. واستطرد قائلا حول الأمر ذاته: كل شخص لديه رأيه، لا أستطيع إلا أن أقول ما رأيته. أتفهم الشكاوى، لقد تنافسوا كثيرا ولعبوا مباراة جيدة جدا، لكن إذا نظرنا إلى القرارات الثلاثة فهي صحيحة. وأتم قائلا حول صافرات استهجان جماهير ريال مدريد عقب تقدم ألميريا: نحن نتفهم ذلك، لم نكن جيدين. تعليق مثير من تشافي على فضيحة ريال مدريد التحكيمية ضد ألميريا علق تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة على الأزمة التحكيمية التي شهدتها مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو مساء اليوم الأحد. وكان المحلل التحكيمي الشهير جمال الغندور قد أكد بأن الهدفان الأول والثاني لريال مدريد غير صحيحان، حيث لا يوجد ركلة جزاء في اللعبة الأولى، بينما جاء الهدف الثاني من لمسة يد واضحة على فينيسيوس جونيور. وقال تشافي على أزمة القرارات التحكيمية في مباراة ريال مدريد ضد ألميريا: هذا ما رآه الجميع قلته بالفعل في مباراة ختافي، أن ما كان يحدث هذا الموسم لا يعجبني، وهذا ما يحدث. وواصل: أتذكر ركلة جزاء أراوخو ضد ختافي، الطرد المدوي ضد رافينيا، إنها ليست أعذار، إنها حقائق. وأوضح تشافي عن أحداث لقاء ريال مدريد وألميريا: سيكون الفوز بهذا الدوري صعبا للغاية، هناك أشياء لا تقنعني، إذا تحدثنا فسيتم فرض عقوبات علينا، لكن الجميع قد شاهدوا ما حدث. كتاب: ريال مدريد يستعد للإعلان عن ضم موهوب بورتوريكو. اقترب النادي ريال مدريد من التعاقد مع موهبة جديدة خلال الفترة المقبلة حسب ما أشارت عدد من التقارير الأخيرة، وسيكون جيريمي دي ليون جناح نادي كاستيلون هو صفقة ريال مدريد المقبلة على مستوى الشباب. وأكد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو أن دي ليون قد وقع عقده مع ريال مدريد. وأشار رومانو عبر حسابه الشخصي في تويتر أن عقد دي ليون سيكون مع ريال مدريد حتى نهاية شهر يونيو من عام 2027 القادم. وقال رومانو: ريال مدريد وقع كل الأوراق للتعاقد مع جيريمي دي ليون للاعب مع فريق الكاستيا. وأتم رومانو وافق المهاجم المولود في عام 2004 على عقد يمتد حتى يونيو من عام 2026، وقد تم الانتهاء من كل ذلك لأول لاعب من بورتوريكو يلعب في ريال مدريد. ويبلغ دي ليون من العمر 19 عاما ويلعب في مركز الجناح الأيمن والجناح. تفاصيل اتفاق ريال مدريد مع دي ليون: أفادت تقارير صحفية أن ريال مدريد توصل إلى اتفاق للتعاقد مع الموهبة البورتوريكية جيريمي دي ليون البالغ من العمر 19 عاما. وفقا للصحفي الإسباني الشهير خورخي سيبيكون، فإن جيريمي دي ليون هو الإضافة التالية لفريق ريال مدريد كاستيا. كان فالنسيا وفياريال حريصين أيضا على التعاقد مع مهاجم أمريكا الشمالية البالغ من العمر 19 عاما، لكن الميرينجيين أبرموا اتفاقا للتعاقد مع فتى كاستيلون الرائع الذي كان قلبه مستعدا للانضمام إليهم.
نادرا ما نرى عباقرة من بورتوريكو يخطفون الأضواء، حيث لا توفر أراضي أمريكا الشمالية الكثير من الفرص، لكن هذا ليس هو الحال مع جيريمي دي ليون الذي أحدث ضجة كبيرة في كرة القدم بين الفئات العمرية في إسبانيا. لقد وصل إلى البلاد عندما كان مراهقا ناشئا وانتقل من قوة إلى قوة في سيدي كاستيلون، لكن حالة عقد الشاب أعاقته هذا الموسم، حيث استعان به كاستيلون بشكل متقطع بسبب رفضه التوقيع على عقد جديد. تمكن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما من لعب 458 دقيقة فقط من وقت اللعب حتى الآن هذا الموسم، حيث قدم تمريرة حاسمة واحدة في 14 مباراة، ومع ذلك لا يزال سعره مرتفعا، حيث أبدت العديد من أندية الدوري الإسباني المعروفة اهتماما به. ويحرص فالنسيا وفياريال على التعاقد مع معجزة الهجوم في أمريكا الشمالية. قدم الناديان استفسارات عن المراهق وأراداه على متن الطائرة، ولكن بمجرد اتصال ريال مدريد قرر جيريمي دي ليون الانتقال إلى العاصمة الإسبانية. ضربة قاضية لريال مدريد ضد لاس بالماس بعد ريمونتادا الميريا. سيفقد ريال مدريد في مباراته المقبلة بالدوري الإسباني نجمه الأول النجم الإنجليزي جود بيلينغهام ضد لاس بالماس لحساب مباريات الجولة 22 من الدوري الإسباني الليجا. وحقق ريال مدريد ريمونتادا كبيرة على ضيفه الميريا ليحقق الفوز بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب سانتياغو برنابيو في الجولة 21 من الدوري الإسباني الليجا. وخاض ريال مدريد المباراة ضد الميريا بعد أن تعرض للهزيمة القاسية يوم الخميس الماضي ضد أتلتيكو مدريد 4-2 لحساب مباريات 8 نهائي كأس ملك إسبانيا. يضيف بهذه النتيجة ريال مدريد لرصيده النقطة 51 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن جيرونا ملاحقه المباشر صاحب 49 نقطة. وسجل بيلينغهام الهدف الأول لريال مدريد ضد الميريا. في الشوط الثاني من عمر اللقاء من ضربة جزاء فتحت لفريقه باب العودة من جديد بعد التأخر في الشوط الأول بهدفين دون مقابل. غياب بيلينغهام عن مباراة ريال مدريد. لن يتواجد بيلينغهام في مباراة ريال مدريد المقبلة ضد لاس بالماس بداعي الإيقاف بعد حصوله على بطاقة صفراء جديدة في الدقائق الأخيرة من مواجهة الميريا التي انتهت قبل قليل. وستقام المباراة بين لاس بالماس ضد ريال مدريد يوم السبت المقبل الموافق 27 من يناير لعام 2024 في تمام الساعة 6:15 مساء بتوقيت مكة المكرمة. وسيتم إذاعة المباراة تلفزيونيا عبر قنوات بي آن سبورتس في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بالإضافة لمنطقة الخليج العربي بكونها الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني. ويمتلك بيلينغهام حاليا في رصيده التهديفي 14 هدفا في صدارة هداف الدوري الإسباني الليغا.